ناس كتير سالتني هو ازاي النور بتاع اوضتك جامد كده، يعني ازاي اوضتك منوره كده. هو في الحقيقه في الحقيقه واحد بس اللي سالني، بس انا حبيت اجاوب عليه واعرفه ان انت عشان تعمل نور المكان اللي انت عايش فيه او نور المكان اللي انت قاعد فيه جامد، ده ليه ستاندردز، ده ليه واحد جامد قاعد يفكر هو ازاي يخلي النور جامد، يشتري لمبات عامله ازاي ويوزعها فين وهكذا. فانا النهارده جاي اكلمكم عن الموضوع ده في السريع كده. ازيكم؟ خلينا النهارده نتكلم ازاي ان انا مخلي نور المكان. استاذنك يا مصطفى بس تدينا راوند كده في المكتب. ازاي انا مخلي نور المكتب كده، ولا مش من فوق من تحت كده، الدنيا منوره كلها والمكان اضاءته كويسه. هات مكنه القهوه، مكنه القهوه على ايدك الشمال لو سمحت. مكنه القهوه، ايوه بالظبط كده. ازاي المكان منور كده، يعني ازاي لما حد بيجي بيبقى مرتاح في حته ان هو قاعد معايا، او انا لو قاعد بشتغل في المكتب فالمكتب بالنسبه لي مريح ودايما منور وجامد. اوكي. او انت مثلا لما بتيجي تخش محلات او سوبر ماركتس بتحس دايما ان الدنيا كلير بالنسبه لك، مفيش اي مشكله في الاضاءه وهكذا. وهل احنا محتاجين ان احنا نفهم شويه حاجات كده اهو في حته ان انا انور البيت او انا اشتري لمبه على حسب المساحه بتاعت المكان ولا لا؟ كل الكلام ده ليه ستاندردز عالميه، حاجات بسيطه كده انا جاي النهارده افهمها لك، عشان حضرتك لو بتنور اوضه 2 متر في 2 متر لازم تبقى عارف انت محتاج كام لمبه وكل لمبه شدتها قد ايه عشان الاضاءه بتاعت المكان تبقى مريحه. تعالوا نبدا من الاول ونتكلم على حاجه اسمها اللكس. اللكس ده هو شده الاضاءه في المساحه اللي عندك. انا هكلمكم بالبلدي كده، مش هنقعد نتكلم في حاجات فيزيكس، ولكن شده الاضاءه في المساحه اللي عندك. يعني في ستاندردز عالميه او في علماء الاضاءه لما جم قالوا والله احنا عايزين نحط ستاندردز او نحط اسس للاضاءه في الاماكن عموما في الاماكن، فقال لك انا النهارده هحط لك كل مكان وكل استخدام في المكان ده اللكس بتاعه المناسب يبقى عامل ازاي. يعني مثلا في الستاندردز العالميه ان حضرتك مثلا لو عايز تعمل وركينج اريا لفيرتشوال تاسكس، واحد بيقعد يتكلم مثلا اونلاين وهكذا، فحضرتك محتاج من 100 ل 150 لكس. يعني المكان ده يبقى اضاءته من 100 ل 150 لكس. طيب والله لو حضرتك عايز تعمل حاجه مثلا ممر صغير كده هو في اضاءه خافته بس حد بيعدي فيها، والله حضرتك محتاج تعمل من 50 ل 100 لكس. طب لو انا عندي كلاس روم، مكان بشرح فيه، فانا محتاج ل 300 لكس. انا هحط لكم جدول كده، الجدول ده فيه الستاندردز كلها اللكسات عامله ازاي. هو بيبدا من اول 20 لكس لغايه 20000 لكس، يعني احنا معانا من 20 لكس ل 20000 لكس. فانت حضرتك بتبدا تشوف المكان اللي انت هتستخدم فيه او المكان اللي عندك وانت بتنوره هو استخدامه عامل ازاي، فبتبدا تقول اللكس المناسب كام. خلاص كده. طيب المكان ده انا كنت محتاجه، او المكتب ده انا كنت محتاجه ان هو اضاءته تكون دايما برايت وايت، يعني ده اضاءه منوره دايما عشان ما بقاش يعني ما بقاش مزعجني. اوكي. وابقى قاعد واقدر اصور فيه واقدر اعمل فيه اللي انا عايزه. فانا محتاج اعمله زي الكلاس روم، يعني كانه دايما منور. فانا هستخدم 300 لكس، يعني الاوضه دي لازم تبقى 300 لكس. اوكي. طب خليني بس اوريكم حاجه جامده، ان انا في جهاز كده اسمه لكس ميتر. الجهاز ده هو بيقيس انا جامد ولا مش جامد، يعني بيقيس انا عرفت اوصل ل 300 لكس ولا لا. وده بيستخدمه دايما المهندسين بتوع الاضاءه اللي بينوروا السوبر ماركتس او بينوروا المولات، ان هم يتاكدوا ان فعلا المول كله من اوله لاخره اللكس بتاعه واحد، او السوبر ماركت اللي انت داخله اللكس بتاعه واحد، او المحل ده اللكس بتاعه واحد. المفروض يعني المهندسين يكونوا بيستخدموه. ده بيشتغل ازاي؟ هنا في سنسور صغير اهو. السنسور الصغير ده موجود هنا عشان اوجهه في المكان اللي انا قاعد فيه، وابدا ان انا اشغله فيقول لي والله اللكس بتاعك قد ايه. بصوا كده اهو، استاذنك يا مصطفى، اللكس عندنا كام هنا في الاوضه؟ 335 لكس. بص لو حطيت ايدي كده بص اللي هيحصل، شايف اللكس بيقل ازاي؟ هو بيقيس لك اللكس في المكان ده، بيقول لك ان درجه الحراره النهارده 20، النهارده الدرجه تلج. اوكي. وانا المكان عندي 331 لكس. انا عايز اقول لك ان انا لو جيت في كل في الانحاء هلاقي ان انا الراوند، يعني طبعا انا لو كده ببص كده الراوند 300 لكس. بص 270 لكس. اوكي. 282 لكس. اوكي اهو 272 لكس. انا السنتر بتاعي 330 لكس، وبيبدا يقل على حسب الاستخدام عشان اوصل ان الاوضه بتاعتي دايما تبقى منوره زي كلاس رومز. طيب انا عشان اظبط اللكس ده اظبطه ازاي؟ طبعا مش كل الناس معاها مش معاها الجهاز ده، فانت محتاج تفهم معادله بسيطه. انا هديك اكزامبل سهل. احنا عندنا لكس، اوكي، وعندنا اليومن. احنا لو اشترينا اللمبه هنلاقي مكتوب عليها اليومن. احنا محتاجين نوصل لكس معين، وليكن اللكس بتاعي 300. انا عايز اوصل ل 300 لكس. حلو قوي. يبقى انا اقدر اقول المعادله بتاعتي بتقول ان انا عايز اعرف كام اليومن، صح؟ فاليومن بيساوي اللكس في المتر، المساحه بتاعتي المتر سكوير، على 0.8 في 0.6. ده معامل الاستخدام وده الباور فاكتور. معامل الاستخدام ده ان اللمبه بتديني 100%، بتديني جزء بس اللي هو 60% تقريبا. تمام. يبقى احنا محتاجين 300 لكس
على في الاوضه بتاعتي دي مثلا 4 في 4 في 16 على 0.8 في 0.6 دي 4800 4800 و 0.8 في 0.6 ب 0.5 تقريبا نص. اوكي على نص، يبقى احنا بنقول 4800 على 0.5 ايكوال كام؟ ايكوال 9000. بص ايكوال 9600 ليومن. 9600 ليومن. حلو قوي. يبقى انا عرفت انا محتاج في الاوضه بتاعتي دي اللي هي 4 في 4 9600 ليومن. يعني انا لو جبت لمبه 1000 ليومن، جبت منها 9 وحطيتهم في الاوضه، يبقى الاوضه بتاعتي كلها فيها 9000 ليومن ومنوره لي ب 300 لكس. يعني مخليه لي الاوضه بتاعتي الاضاءه بتاعتها عاليه زي مثلا ما يكون كلاس روم. انا عايز اقول لكم ان احنا مثلا لو جينا اتكلمنا على السوبر ماركت اعلى من الكلاس روم. ما انت محتاج المكان يبقى منور قوي عشان فيه تفاصيل صغيره. فقال لك ان السوبر ماركت مثلا فين اهو 750 لكس. عشان كده بتلاقوا الاضاءه بتاعت السوبر ماركتس كبيره. طب هم عدد الكشافات دي حسبوها على اساس ايه؟ حسبوها على اساس اللي انا بقوله ده. طيب لو جينا حاجه اكتر، قال لك لو انت عندك ميكانيكال ورك شوب، لو عندك مكان فيه صناعه ومصنع ومش عارف ايه، فانت محتاج تنور اكتر من كده عشان فيه تفاصيل صغيره. فانت محتاج توصل لقد ايه؟ توصل ل 1000 لكس. فهتيجي تعوض ان هو 1000 لكس، تعرف انت محتاج كام ليومن، وتروح وانت بتشتري اللمبه تلاقي عليها كام ليومن وتقول انا محتاج منها كام لمبه. فهمت حاجه؟ بذمتك ودينك؟ بجد؟ جامد ولا مش جامد؟ جامد.